النهاردة هندمس مع بعض الفول. بصوا الجمال والحلاوة، شايفين لونه فاتح وشكله يفتح النفس، شايفين؟ وزبدة زبدة. ناس كتير الفول بيشيط منها، بيسود منها، بياخد بالساعات والساعات على النار وفي الاخر بيطلع طعمه مش حلو. النهاردة هقولك تريكات تخلي الفول معاكي جميل جدا. وطبعا احنا هنحتاجه علشان الصيام وعشان رمضان والسحور. ويلا بينا اقولك ازاي تعملي احلى فول. انا هنا عندي نص كيلو من الفول النابت. اهم حاجة وانتي بتجيبيه تعرفي ان هو فول نابت بلدي، والفولة تبقى فاتحة كده وبيضة. تمام. انا هنا دلوقتي معايا نص كيلو فول، وهنزل عليه بمية من الحنفية عادي خالص، وهسيبه بقى منقوع بالظبط كده، سبته 12 ساعة. بليت الفول وهركنه على جنب واسيبه، ونرجع بقى بعد كده نشوف ايه التركات وايه اللي هنضيفه الفول عشان يطلع زي الفل معانا وزي الزبدة. الفول هنا اتنقع معايا، انا هنا بصراحة سبته 10 ساعات وشطفته كويس، وطبعا في العشر ساعات دول غيرت له المية مرة. الفول معانا زي الفل اهوت ونفش تمام كده. هنجيب بقى ايه، لا الاول نوسع كده عشان اقول لكم الاضافات اللي انا هضيفها على احلى فول مدمس. معايا هنا كوبايه الا ربع عدس غسلاه ونقعاه حوالي ربع ساعه، وكمان معايا نص كوبايه فول مدشوش او كوبايه الا ربع فول مدشوش، وكمان معايا جزرايه حلوه متوسطه كده وبشرها، ومعايا كمان بقى البطل بتاع الفول المدمس ليمونه كبيره هنا. دي نص ليمونه بس هي كبيره اللي هي القضاليه. لو ليمون بلدي يبقى ليمونه كبيره ونعصرها على نص كيلو فول والحاجات اللي احنا ضفناها عليه في حله كده. وهعمله كمان في حله يا جماعه مش في الدماسه، يعني مسهلاها عليكم خالص. نزلت بالفول وعليه الفول المدشوش اللي نقعينه شويه كده ربع ساعه نص ساعه وغسلينه كويس، والعدس برضو غسلينه ونقعينه ربع ساعة أو نص ساعة، يعني معاكي من ربع ساعة لنص ساعة تنقعي الفول، وتنقعي الفول المدشوش وتنقعي كمان العدس الأصفر. ونزلنا بالجزراية، وهنيجي بقى نعصر الليمونة كده. بص الليمونة عشان قضاليا فيها مية كتير، عشان كده احنا قلنا ايه، ليمونة كبيرة من اللي هي البلدي بتاعتنا. لغاية كده تمام. تمام. أنا هنا بقول لكم إن أنا حطيت نص كيلو الفول وعليه كوبايه الا ربع فول مدشوش، كوبايه الا ربع عدس، لو حابه تخليها نص مفيش اي مشاكل، وكمان جزريه متوسطه. هنا بقى ميه مغليه، وهنزل على المكونات دي كلها. لازم يا جماعه الميه تكون مغليه، ده عوامل من العوامل اللي بتخلي الفول يطلع ناجح معاكي. طبعا احنا هنحط الفول ونغطيه كده بالميه لغايه كده. تمام. ادي الفول معانا، هنهز بس الحله كده ونغطيها، ويلا بينا نرفعها على النار، وان شاء الله هناكل احلى فول مدمس. انا هنا حطيت الفول على النار وغلي كده بتاع 5 دقايق 10 دقايق، ورفعت ايه الغطا واديته تقليبه عشان اوريهولكم. هنغطيه ونسيبه بقى مع نفسه كده. هنا بقى انا كده وطيت خالص عليه وسبته مع نفسه. شكل الفول معانا اهو فاتح وزي الفل. انا هنا بقى وطيت عليه خالص، واستنيت طبعا عليه شوية تاني حوالي بتاع نص ساعة تاني كده، وجيت بقلبه بوريكم الفول وجماله وحلاوته. كده استوى وطفيت عليه، وادي معانا اجمل حلة فول بألف هنا وشفا.